مثلا اليوم العاصمة كانت هكذا، كانت تحت حصار حقيقي باللباس وبدون لباس. ناس قالوا أنه كان هناك أعداد ما تقدرش اللي لابسين لباس مدني خلاف اللي لابسين لباس الشرطة إلى آخره. كانوا مرعوبين لأن كان في بعض الناس قالوا يوم واحد يكون خروج. طبعا هذا اللي قال هذه ما كانت مش معروف من، والحقيقة أنه لم يتبناها الناس المعروفين، وكانت في الانترنت. لكن انا شخصيا قلت رايي، وهذا راينا احنا في حركه رشاد، هو انه احنا عندما يقول الشعب نريد الخروج فالشعب له ذلك، واذا خرج فنحن ندعمه. لكن احنا ما نقولولوش اخرج اليوم او اخرج غدوه او اخرج الخميس او اخرج الجمعه. هذه امور ميدانيه يعرفها كثير من الناس في الداخل، طبعا اخوتنا في الخارج ايضا يقدروا يعرفوها. لكن راينا احنا الان، هذا راينا، هو أن التواريخ مش شرط لازم نقول التواريخ. الشعب الجزائري المرة الجاية لما يخرج مش راح يخرج وفق تاريخ محدد مرجح، يعني مرجح ماهوش راح يكون هناك تاريخ محدد ويسمع به النظام والعصابة وتحضر نفسها وتدير إلى آخره. لا، الشعب الجزائري لما راح يخرج إذا لم يقوموا بإصلاحات فورية وسريعة ومفيدة ومهمة، فالشعب الجزائري راح يخرج ولا أحد منا، أي إنسان، مش راح يتوقع متى، في لحظة معينة وفق ظرف معين وفق حدث معين سيخرج الناس. طبعا خارجين ذبابهم اليوم يقولوا يا أخي قلت راح نخرجوا إلى آخره. ومن قال هذا الكلام؟ أنا لم أعرف، ربما كاين بعض إخواننا ربما، لكن الحقيقة أنا لا أجد وقت لمتابعة التواصل الاجتماعي إلا بعد ما يصلني من رسائل أو ما يقول لي المساعد. ربما كاين بعض الناس تكلموا عن الموضوع، لكن الفكرة اللي موجودة عند الناس، عند الأحرار، أن فكرة الخروج ضد هذه العصابات هي الأصل إذا لم يقوموا بالإصلاح. المفضل المستحسن ألا يكون هناك خروج، لأنهم هم يقومون بما يجب أن يقوموا به، وراح نفصل فيما بعد ما يجب أن يقوموا به، وكل الناس تعرف هذا ما يجب أن يقوموا به. لكن إذا لم يحدث ذلك فالناس لم يعد لها خيار، سيقومون بثورة شعبية عارمة راديكالية جذرية تطيح بهذه العصابات، لأن الناس خلاص وصلت إلى حدود المثل الأعظم كما يقال.